ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين هدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. عسى أن يهديني ربي رشدا، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، نستكمل تباعا طيلة حلقات هذا البرنامج المبارك أخلاق حملة القرآن. أخلاق حملة القرآن الذين يتلون كتاب الله والذين يحفظونه ويتدارسونه، لهم أخلاق وصفات جعلتهم من أهل الله ومكنتهم من منزلة أن يكونوا أهل الله وخاصته، جعلنا الله وإياكم منهم. قال الإمام الآجري رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، قال في كتابه أخلاق حملة أهل القرآن، قال نكمل صفات حامل القرآن، قال ويلزم نفسه بر والديه. صاحب الذي يقرأ القرآن ويحمل القرآن حتى لو كان يحفظ آية، عليه أن يلزم طريق أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. قال من صفاتهم ويلزم، أي حامل القرآن وحافظ القرآن وتالي القرآن، قال ويلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح ما أراد مما لا يحسن بهما فعله. نعيد كلام الإمام الآجري، قال ويلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته ويبذل لهما ماله وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. وإن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجع عن قبيح مما أراد مما لا يحسن بهما فعله. انتهى كلامه رحمه الله. ولنا في هذا الكلام عدة مسائل. الأمر الأول وجوب بر الوالدين الذين هما كانا سببا في كونك في هذه الدنيا تمشي على الأرض. والديك، والله عز وجل أمرنا أن نحسن، وليس البر أن نحسن إليهما. قال سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. بر الوالدين والإحسان إليهما أمر واجب على كل فرد على هذه الخليقة والبسيطة، سواء كانا مسلمين أو غير مسلمين. المسألة الأخرى الأمر بالقول والتلطف إليهما. الإحسان، أهم جوانب الإحسان إلى الوالدين
هو القول، لأن القول يقع كالسهام بلا قوس ولا وتد، يجرح القول. والله عز وجل أمرنا أن أعلى مراتب الإحسان الإحسان بالقول. قال وقل لهما قولا كريما، قال سبحانه وتعالى وقل لهما قولا كريما. كذلك الأمر بعدم إيذائهما، الأمر بعدم إيذائهما. قال سبحانه وتعالى ولا تنهرهما. أدنى مراتب الإيذاء النهر والزجر، وكل ذلك مرتبط بالقول، ألا تنهرهما. أو كذلك أدنى كذلك ألا تقل لهما أف. قال سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف. كلمة أف دليل على الضجر والضيق منهما، وهذا إيذاء نفسي للوالدين، وهما عيناك التي تمشي بهما. كذلك من المسائل الأمر بالدعاء لهما، الأمر بالدعاء لهما. قال عز وجل في حقهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل كذلك القول وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. كذلك من المسائل أن يبذل لهما ماله، أن يبذل لهما ماله. وأصعب شيء على النفس أن تبخل، أن تعطي عفوا، لأنها جبلت على البخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من البخل. وخير العطاء للوالدين. قال سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. إن أردت أن تعطي قل ما أنفقتم من خير فللوالدين، بدأ بهما عز وجل. كذلك في من المسائل أن ينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، أن تكون في قلبك أيها المشاهد العزيز، أن يكون في قلبك الرحمة تجاه والديك. خير من ينظر وأولى من أن ينظر لهما بالرحمة، لأنهما نظرا إليك برحمة طيل حياتك وسينظرون إليك طالما أنت في هذه الدنيا، سينظرون إليك بعين الرحمة، هما وليس غيرهما. كذلك أن يشكر لهما عند الكبر، أن يشكر لهما عند الكبر، الشكر بأنهما بصحة وبعافية. لا تظن أن والديك لا يشعرا بضجرك حين يكبرا وحين تحسن إليهما عند الكبر. لابد أن تراعي مشاعرهما وأن تحسن إليهما وأن تنظر إليهما بعين الرحمة، وأن تزيد في إحسانك وتشكر لهما بأنهما في صحة وعافية وأنك بجانبهما. وهذا من البر الذي يخفى على الإنسان. كذلك من المسائل التي يتطرق إليها وهي إعانتهما على الطاعة. إن استعانا به على طاعة أعانهما. لذلك بعض الصالحين يأخذ أمه وأبيه يحسن إليهما بإعانتهما على إعمار آخرتهما، كأن يأخذهما إلى الحج، كأن يأخذهما إلى العمرة، كأن يعينهما في قراءة القرآن، كأن يعينهما على الصدقة عنهما، كأن يعينهما في الصلة عنهما، كأن يعينهما في قضاء حوائج الناس باسمهما وعنهما. وهذا من الإحسان إلى الوالدين. كذلك خفض الجناح. خفض الجناح معناه التواضع. إن كنت كبيرا أو كنت مسؤولا أو كنت كبيرة أو كنت متزوجة أو كنت ذات منصب، اخفض جناحك لأمك واخفض جناحك لوالدك. التواضع خير مما يتواضع له، أفضل مما يتواضع له هما الوالدين اللذان ربياك، أن تتواضع لهما،
تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. التواضع هو رحمة منك لهما. كذلك من المسائل عدم رفع الصوت عليهما، وهذا يدخل في الإحسان إليهما. كذلك تلبية حاجتهما من غير سؤال، أن تلبي حاجتهما، لا تنتظر من أمك أو والدك أن يقول لك هات، أو يقول لك افعل لنا، أو يقول لك نتمنى أن تفعل كذا، أو يقول لك يا ليتنا أن نحوز على. افعل لهما واسبقهما من غير حاجة، فذاك بر وإحسان. كذلك مناداتهما بأحب الأسماء إليهما، وليس ذكر اسمهما مجردا. أنت لا ترضى إذا كنت في تدريس أو كنت في عمل تستحقر أو ترى بعين يعني أن ترى أن يناديك شخص ولا يقدم منصب تجاه قبل اسمك، كان يقول لك يا أستاذ أو يا دكتور أو يا أبو فلان، تريد أن مثل هذا. لكن إذا قال لك يا فلان على طول مباشرة تنظر إليه تقول لماذا لا يحترمني؟ كذلك إذا أردت أن تحترم فاحترم والديك. هل البر مقتصر على حياتهما في الدنيا أم بعد وفاتهما؟ يستطيع الإنسان أن يبر والديه حتى بعد وفاتهما. وأعظم البر هو الدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. في الحديث الصحيح في الأثر إن الله لا يرفع الدرجة في الجنة للعبد الصالح، فيقول يا ربي أنى لي هذا؟ كيف وصلت لهذه المرتبة؟ فيقال له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. كذلك الصدقة عنهما. أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي توفيت، هل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. كذلك من الإحسان للوالدين بعد وفاتهما صلة أصحابهما أو من زاملهما في حياتهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. كذلك من المسائل قال الإمام الأجري رحمه الله في ذكر صفات حامل القرآن، قال يصل رحمه ويكره القطيعة. صفات حامل القرآن، صفات أخلاق حملة أهل القرآن: يصلون الرحم. قال الإمام يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. نعيد. قال الإمام الأجري رحمه الله في ذكر صفة حامل القرآن، قال يصل الرحم ويكره القطيعة، من قطعه لم يقطعه، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. صلة الرحم من أوجب الواجبات التي حثنا الدين الحنيف عليها. قال الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. اللعن موجب اللعن صفة قطيعة الرحم. قال عز وجل أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن قاطع الرحم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم، قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أبر، يعني من أحسن إليهما، من أبر إليهما؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ فقال فالرابعة قال أباك، ثم الأقرب فالأقرب. أخرجه مسلم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون بأمور كثيرة، منها المكاتبة، ومنها المشافهة، ومنها الاتصال، ومنها الزيارات. قال سبحانه وتعالى فاتقوا الله
ما استطعتم قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كذلك من صفات حامل القرآن قال الإمام الآجري قال يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة. قال الإمام الآجري يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، وقد سبق الحديث عن أدب المجالسة وأدب الصحبة. قال من صحبه نفعه، حامل القرآن إن صحبته ومن تخلق بأخلاق القرآن إن صحبته نفعك، إن صحبته نفعك، وإن صحب أناس نفع، لأنه كالغيث أينما حل نفع. حامل القرآن كالغيث أينما وقع وأينما ذهب نفع. كذلك حسن المجالسة لمن جالس، حامل القرآن طيب المعشر حلو الكلام، إذا جالس أناس يأنس بهم ويأنسون به لأنه تخلق بالقرآن. قال إن علم غيره رفق به، إن علم حامل القرآن وتالي القرآن إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله. نتكلم عن صفة وهي صفة عظيمة جدا وهي الرفق. ما معنى الرفق؟ الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل والألطف. قال سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واصفح واستغفر لهم. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وصفة الرفق هي التي جمعت قلوب الناس وقلوب الصحابة رضوان الله عليهم على نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك صفة الرفق التي كانت في نبينا صلى الله عليه وسلم ذكرت في التوراة، ففي التوراة ذكر قال عن النبي صلى الله عليه وسلم صفته ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب الرفق، صفة محببة عند الله عز وجل سبحانه. إن الله يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. هل الرفق يدخل في كل شيء في حياتنا؟ نعم، وسنذكر بعض جوانب الحياة التي يدخل فيها الرفق. من أهم جوانب الرفق مع الوالدين، وقد سبق الحديث عن الرفق بهما. كذلك الرفق مع الأصدقاء وإخوانك من المسلمين. قال سبحانه وتعالى واخفض لنبيه صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، الرفق. وقال سبحانه وتعالى يصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين، الرفق. كذلك الرفق في تعليم الناس الخير، روى البخاري رحمه الله عز وجل عن مالك ابن الحويرث قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، أي شباب. قال فجاء مع إخوانه شباب حديثي عهد أسنانهم متقاربة أعمارهم قال فأقمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما وليلة. وكان هنا الشاهد قال وكان
رحيما رفيقا. كيف كان رفيقا رحيما؟ يقول الصحابي مالك بن الحويرث قال: فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، جلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون الخير 20 يوما وليلة وهم صحابة صغار أعمارهم متقاربة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرجعوا هؤلاء الصحابة على مالك بن الحويرث وأصحابه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرجعوا هؤلاء الصحابة، جاءوا لكن اشتاقوا إلى أهاليهم، تركوا أهاليهم بعيدين، اشتاقوا إلى أهلهم. فلما رأى شوقنا إلى أهالينا استوحشوا قليلا وتغيرت نفسياتهم بسبب تعادهم وحنينهم. فلما قال مالك بن الحويرث: فلما رأى شوقنا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. فاصل ثم نواصل. القرآن ترتيلا. بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك، تعلن شبكة سلام الإعلامية عن إتاحة الفرصة للإعلان من خلال منصاتها للمؤسسات والمنظمات الخيرية خلال شهر رمضان المبارك مجانا، وتخفيض 50% للشركات الاستثمارية التجارية. بادر بالحجز الآن. القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والخيرية هي للمعلم والمتعلم. ونذكركم بالأرقام التي تظهر على الشاشة تباعا طيلة حلقات هذا البرنامج لإرسال تلاواتكم على هذه الأرقام لتصحيحها ولنحتسب الأجر في ذلك. فالذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فله أجران، والذي يقرأه وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. لقد أتممنا في الحلقات الماضية جميع أحكام النون الساكنة والتنوين، وهي 4 أحكام ستظهر على الشاشة وسنراجعها بإذن الله عز وجل في طيلة حلقات هذا البرنامج. فهذه الأحكام التي أخذناها في الحلقات الماضية: أحكام النون الساكنة والتنوين. قد أخذنا حكم الإظهار، وأخذنا حكم الإدغام، وأخذنا حكم الإقلاب، وأخذنا حكم الإخفاء. فالإظهار كما قلنا سابقا هو إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة، وحروفه الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. وتكلمنا عن الإدغام وهو إدخال شيء في شيء، وقلنا حروفه 6 بغنة ومن غير غنة. فأما الغنة فيجمعها قول كلمة ينمو: الياء والنون والميم والواو. وأما بغير غنة وهما حرفان اللام والراء. وقلنا تكلمنا على حكم الإقلاب وهو قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء. قلنا حرف الإقلاب الوحيد وهو حرف الباء. وأما باقي الحروف فهي حروف الإخفاء. وقلنا الإخفاء هو النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة. وحروفه 15، وقلنا يجمعها البيت: صف ذا ثنى كم جاد شخص قد سما، زد في تقى دم طيبا، زد في تقى ضع ظالما. وهذه الأحكام سنستصحبها في قراءتنا لسور جزء عامة. سنستصحبها في قراءتنا لسور جزء عامة بإذنه عز وجل. وسنقرأ في هذه الحلقة بإذنه سبحانه وتعالى، وقد وصلنا إلى سورة البلد. في الحلقة الماضية قرأنا سورة الفجر، وسنقرأ سورة البلد.
ومنهجنا في أننا نكرر الآيات مرتين اثنين في كل السور، وبعد إتمام السورة نأخذ أحكام النون الساكنة في هذه السورة، ونختم في نهاية الحلقة بتصحيح التلاوات، تلاوات المشاهدين، وربي يكتب الأجر للجميع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا، يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين، ألم نجعل له عينين، ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين. وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة، وما أدراك ما العقبة. فك رقبة، فك رقبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يتيما ذا مقربة، يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة، أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولئك أصحاب الميمنة، أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم نار مؤصدة، عليهم نار
مؤصدة. أتممنا سورة البلد وسنأخذ أحكام النون الساكنة في هذه السورة المباركة. قوله سبحانه وتعالى: حل بهذا البلد. حل بهذا البلد، تنوين أتى بعده حرف الباء، والباء من حروف ماذا؟ الإقلاب، من حروف الإقلاب. تقرأ حل بهذا البلد. قوله ووالد وما ولد. والد وما ولد، تنوين أتى بعده حرف الواو، وقلنا الواو من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. ووالد وما ولد. وقوله سبحانه وتعالى: الإنسان في كبد. الإنسان، نون ساكنة أتى بعدها حرف السين، وقلنا السين من حروف الإخفاء. الإنسان. وقوله سبحانه وتعالى: ألن يقدر. ألن، نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة، يدغم الحرف من غير غنة، من غير غنة. ألن. وقوله لن يقدر، نون ساكنة لن يقدر في نفس الآية، نون ساكن أتى بعدها حرف الياء، والياء من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين، يغن بمقدار حركتين، فتقرأ لن، كأن النون لا توجد. لن يقدر، لن يقدر. وقوله سبحانه وتعالى: ما للنبدا. هل تشعرون أنه في غنة؟ لا توجد غنة. لماذا؟ لأنه تنوين أتى بعده حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. ما للنبدا، هكذا تقرأ ما للنبدا. وقوله سبحانه وتعالى: أن لم يره أحد. أيحسب أن لم، لا توجد غنة، نون ساكنة أتى بعدها حرف اللام، واللام من حروف الإدغام بغير غنة. وقوله عز وجل: ولسانا، تنوين أتى بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. وقوله سبحانه وتعالى: أو إطعام في يوم، أو إطعام، تنوين أتى بعده حرف الفاء، والفاء من حروف الإخفاء. أو إطعام في. وقوله سبحانه وتعالى: يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة، تنوين أتى بعده حرف الذال، والذال من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: يتيما ذا، تنوين أتى بعده حرف الذال، والذال من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل: أو مسكينا ذا متربة. أو مسكينا، تنوين أتى بعده حرف الذال، والذال من حروف الإخفاء. تقرأ مسكينا ذا متربة. وقوله عز وجل: نار مؤصدة، تنوين أتى بعده حرف الميم، والميم من حروف الإدغام بغنة، يغن بمقدار حركتين. تقرأ نار مؤصدة. وسندخل بإذن الله عز وجل في سورة الشمس. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها.
والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها. هذه سورة الشمس نقف فيها مع بعض أحكام النون الساكنة. قوله عز وجل ونفس وما قوله ونفس وما تنوين أتى بعده حرف الواو والواو من حروف الإدغام بغنة يغن بمقدار حركتين. وقوله عز وجل من زكاها نون ساكنة أتى بعدها حرف الزاي والزاي من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل من دساها كأن النون أخفيت نون ساكنة أتى بعدها حرف الدال والدال من حروف الإخفاء. وقوله عز وجل انبعث إذ انبعث نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء حرف إقلاب. وقوله عز وجل بذنبهم نون ساكنة في قوله بذنبهم نون ساكنة أتى بعدها حرف الباء والباء حرف إقلاب. ولنأخذ بإذن عز وجل بعد ما أتممنا أحكام النون الساكنة في سورة الشمس لعلنا نأخذ بعض مشاركات المشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى
كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الرحمن، جعلك الله من أهل القرآن. تعليق على بعض الأحكام. ما شاء الله تبارك الرحمن. من الأحكام التي يراعى وينتبه لها قوله من نطفة. النون في قوله نطفة هي نون مشددة يحتاج أن تقف عليها مقدار حركتين. وقوله فأنبتنا نون ساكنة بعد حرف الباء وحرف إقلاب. وقوله كلا لما يقضي الميم مشددة في قوله لما تقف فيها بمقدار حركتين وتغن مقدار لما كلا لما. والتلاوة مباركة ورائعة، جعلك من أهل القرآن. ولنستمع التلاوة لأحد المشاركين. بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ما شاء الله وتبارك الرحمن، جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.
قراءة جميلة ومباركة، جعلك الله من أهل القرآن. قوله يوم ترجف، لا، الجيم مضمومة في قوله ترجف، يوم ترجف وليس ترجف. وقوله سبحانه وتعالى كرة خاسرة، أن التنوين أتى بعد حرف الخاء، الخاء من حروف الإظهار وليس من حروف الإخفاء، ولكن نظهره. قوله كرة خاسرة، كرة خاسرة، هكذا تقرأ. والمباركة والقراءة مباركة، وقراءة المشاركين أسأل الله عز وجل أن يجعلهم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ونستصحب معنا أحكام النون الساكنة طيلة قراءتنا في سور جزء عامة بإذنه عز وجل. كذلك نكمل ما بدأناه في سورة الليل. قول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسرى، فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى، إن علينا للهدى، وإن لنا للآخرة والأولى، وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى، فأنذرتكم نارا تلظى، لا يصلاها إلا الأشقى، لا يصلاها إلا الأشقى، الذي كذب وتولى، الذي كذب وتولى، وسيجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى، الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى،
وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ولسوف يرضى. هذه كانت قراءتنا لسورة الليل، وقفنا في سورة الليل، ولعلنا نكمل الحديث في الحلقة القادمة عن الأحكام النون الساكنة في هذه السورة المباركة. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتل القرآن ترتيلا. Ah